واخيرا اهم موبايل من شاومي بنستناه كل سنه، اكتر سلسله بتبيع واللي بنفضل نقول هل هي حلوه ولا وحشه وهل التسعير بتاعها منطقي ولا لا. فرحبوا معايا اخيرا بسلسله الريدمي نوت 12 في السوق المصري، وخصوصا مراجعتنا للموبايل اللي هيقتل المنافسه في الفئه المتوسطه وهو الريدمي نوت 12 نسخه الفور جي. بيجي بتسعير كده بسم الله بيبدا من 6300 جنيه وبيحط كل المنافسين في وضع حرج فعلا. فمن غير كلام كتير مع الخلطه السريه دي تعال نشوف المراجعه التفصيليه للريدمي نوت 12. اول حاجه دايما بتلفت نظرنا كلنا لاي موبايل هي التصميم، وشاومي هنا عملت موبايل بافضل ماسكه ممكن تتخيلها في حياتك. سمكه قليل 7.9 مللي بس مع وزن 183.5 جرام، مع حوافل الموبايل هاديه جدا كده، لما بتحطه في ايدك ما بتحسش باي معاناه في المسكه مع الوزن الخفيف والسمك الخفيف، فبتاخد تجربه ماسكه فعلا خرافيه وعجباني قوي سواء بالجراب او من غير الجراب. وطبعا اللون اللي معايا ده هو الجراي او زي ما بنقول الرصاصي، وبيدي تمويجه لون كده لما بيجي عليه اضاءه بيضاء بتبقى شكلها الصراحه حلو جدا. وطبعا الموبايل بيدعم مدخل ال 3.5 مللي، واهم حاجه في سلسله النوت اللي بتميزها عن كل الموبايلات بتاعت شاومي او اي شركه تانية ايه هي بقى؟ زي ما انت توقعت كده مستشعر الاي ار بلاستر اللي دايما سلسله النوت ما بتتخلاش عنه، وده اللي بيحول موبايلك يعتبر لريموت واللي تقدر تتحكم بيه بشكل عام في اي حاجه زي التكييف والتلفزيون وحاجات تانية كتير. فالموضوع ده رايق جدا. المهم نلف الموبايل ونبص على اهم نقطه قوه فيه وهي الشاشه. الموبايل هنا بيجي بشاشه اموليد بمساحه 6.67 بوصه وبجوده فول اتش دي بلس وبمعدل تحديث 120 هرتز، شاشه متكامله ما فيهاش اي تنازلات نهائي، مع تصميم الهول بانش او زي ما بنقول ثقب الشاشه. ولكن سيبك من كل ده وتعالى نبص بقى على التجربه الفعليه سواء في التصفح والسكرولنج مع ال 120 هرتز. الصراحه التجربه مثاليه جدا وجميله والحركه ناعمه للعين كده، والصراحه الموضوع ده ما فيهوش اي مشكله، وشاومي دايما بتعرف تظبطه مع الشاشه ال 120. التجربه بتبقى كويسه جدا مع السوفت وير. وبالنسبه لتجربه مشاهده المحتوى مع الشاشه القويه جدا دي طبعا مفيش اي نقاش عليها زي ما انت شايف. وكمان تعال نجرب التجربه الصوتيه، لان الصوت هنا للاسف مش ستيريو، للاسف التجربه مونو فقط. ولكن اسمع كده الصوت عامل ازاي. موبايل اقتصادي ممكن تاخده في الوقت الحالي هو الريدمي 12 سي. الموبايل ده حرفيا قوي جدا ومالوش اي منافسين، وهيحل مشكله ناس كتير ان هم مش لاقيين موبايل كويس وبمعالج قوي. فزي ما انت سمعت التجربه الصوتيه حتى مع مشاهده المحتوى كويسه، ولكن اكيد لو كان في تجربه ستيريو كانت هتفرق جدا. طيب خلصنا كلام عن الشاشه الحلوه جدا وعن التجربه الصوتيه وعن التصميم الشيك جدا. بالنسبه للاداء الموضوع بقى علوه. مبدئيا النسخه اللي معايا من ريدمي نوت 12 بتيجي بذاكره داخليه 128 جيجا مع رامات 8 جيجا. وبالنسبه للمعالج فالموبايل بيجي بمعالج بمعماريه 6 نانو وهو السناب دراجون 685. طبعا مش اقوى معالج ومش معالج جيمنج اصلا، ولكن مع تجربه السوفت وير مع وجود اندرويد 13 وواجهه شاومي المي اي 14 والباكج دي كلها على بعضيها الموبايل تجربته مستقره جدا. اما بالنسبه للالعاب فاكيد مش احسن تجربه، ولكن بشكل عام بالنسبه لتوفير الطاقه والتجربه الاستخدام اليومي في التصفح مفيش معاه اي مشكله. ولكن بالنسبه لتجربه بابجي فمش هتبقى مرضيه لحد عاوز جيمنج بس. فالموبايل بيشغل بابجي على اعدادات سموث وهاي او بالانسد وميديوم، ولكن للاسف ما بيشغلهاش على جرافيكس اتش دي. بس كتجربه اللعبه نفسها ما واجهتش معاها اي مشكله وانا بلعب خالص، ولا اي تهنيج ولا تقطيع. وكمان الواجهه نفسها ما فيهاش اي بجات لقيتها. فبالنسبه لي تجربه الاداء هي متوسطه وكويسه جدا للاستهلاك اليومي، ولكن اكيد مش امثل حاجه للجيمنج. المهم لو انت جيمر ومصمم ان انت تشتري الموبايل ده عشان خلطه الشاشه والحاجات التانية اللي لسه هقولها، فبشكل عام ممكن تكتب لي في الكومنتات تحت ايه الالعاب اللي حاببني اجربها لك على الريدمي نوت 12، وانا ساعتها هجمع كل الالعاب دي واعمل فيديو جيمنج مخصوص نفحت فيه الموبايل ده استخدام، ونشوف بقى استهلاك البطاريه كان قد ايه، الموبايل سخن ولا لا، وكل التفاصيل اللي انتم محتاجينها، وكمان كل الجرافيكس والاعدادات بتشتغل على قد ايه في كل لعبه. فاكتبوا لي في التعليقات تحت لو انتوا عاوزين ده. وتعالى بقى نكمل. اهم حاجه اخر فتره في اي موبايل شاومي هو مستشعر التقارب او البروكسيميتي سنسور، ودي اللي حرفيا بتخليني اقول الموبايل ده تشتريه او لا. فتعال نجرب مع بعض. وعملت تجربه بسيطه زي ما انت شايف، رنيت على موبايلي وطبعا حاطط فيه خط وكل حاجه، واول لما فتحت وجيت احط ايدي قدام شاشه الموبايل الشاشه طفت في ثواني، شلتها الشاشه نورت. وطبعا جربت الموضوع ده اكتر من مره ومفيش اي مشكله فيه، وفعلا في مستشعر تقارب حقيقي في الموبايل ده. وطبعا موضوع تقريب الايد وان انا ابعدها ده محاكاه ان انت لو انت بترد على مكالمه، فطبعا اول لما تيجي تعمله على ودنك كده المفروض يطفي عشان ما يحصلش الخطا الشائع اللي كان بيحصل زمان في موبايلات شاومي، ان انت تدوس كده تلاقي بقى بيسجل المكالمه بودنك، يدوس على ارقام تليفون، يتصل لك بواحد تاني. فبشكل عام لا، مع الموبايل ده في سنسور تقارب حقيقي. كمان لو انت بتخاف من الشبكات فتجربه الشبكات في الموبايل ده
كانت اكثر من رائعه، ما واجهتش معاها اي مشكله نهائي. والموبايل بيدعم مايك اضافي لعزل الضوضاء. طيب بالنسبه للبطاريه وضعها ايه؟ الموبايل ده بيجي ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير مع شاحن بقدره 33 واط وموجود في العلبه. طبعا مش حاجه غريبه ان اقول لك الكلمه دي وانوه عليها، لان اغلب الشركات بقت بتشيل الشواحن من العلب، فبشكل عام الشاحن موجود، ما تقلقش خالص من النقطه دي. والصراحه مع تجربه المعالج الموفر ال6 نانو فما فيش اي مشكله في استهلاك الموبايل ده للطاقه، وكمان مع البطاريه ال 5000 ملي امبير فالتجربه مرضيه والموبايل بيكمل معاك اليوم لاخره. ونيجي بقى لحاجه ما عجبتنيش قوي في الموبايل ده، وهي تجربه الكاميرات. هي مش وحشه ولكن بالنسبه لي مش مرضيه لاستخدامي انا الشخصي، ولكن تعال نشوف مع بعض التجربه كامله. فبشكل عام الموبايل ده بيجي بثلاث كاميرات. اول كاميرا هي 50 ميجا بكسل، الكاميرا الاساسيه، وتاني كاميرا للالترا وايد 8 ميجا بكسل، اما تالت كاميرا 2 ميجا بكسل ماكرو. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فبيجي بكاميرا اماميه بدقه 13 ميجا بكسل. والصراحه تجربه السيلفي ما عجبتنيش قوي، زي ما انت شايف كده دي صوره مع صاحبي بره مثلا، التفاصيل البشره والحاجات دي كلها مش احسن حاجه. ودي صوره في الاستوديو، الاضاءه قويه جدا زي ما انت شايف فطلعت الصوره حلوه، ولكن برضو تفاصيلها مش احسن حاجه. فبشكل عام اداء متواضع للكاميرا السيلفي، ولكن مش احسن حاجه ممكن تاخدها. اما بالنسبه للكاميرا الخلفيه الاساسيه فبتطلع تشبع الوان حلو جدا، انا شايفه مناسب، وتفاصيل منطقيه كتوتال بشكل عام كده ومعالجه للصوره. انا شايف ان الاداء ده كويس جدا. وبالنسبه لتجربه الفيديو بقى هسيبك مع فيديو بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه، بعد كده اعلق لك عليهم. تجربه الفيديو بقى بالكاميرا الاساسيه، وزي ما انت شايف كده طبعا اهتزاز الفيديو عامل ازاي وكل حاجه تمام. دي 1080 30 فريم. اما دي فدي تجربه الفيديو بالكاميرا الاساسيه. برضه ماشيين في الشارع كده، طبعا قول لي تجربتك في الصوت وهزه الفيديو والوضع ده كله عامل ازاي معاك. فزي ما انت شفت الصراحه الفيديو بالكاميرا الاماميه كان سيء جدا، لكن بالكاميرا الخلفيه كان كويس جدا. فمش فاهم ليه جدا وجدا كده، وفيه اهتزاز غريب في الكاميرا الاماميه عكس الكاميرا الخلفيه. الموضوع كان ستيبل وما فيهوش اي مشكله رغم ان انا كنت ماشي برضه. فالصراحه تجربه الفيديو في الكاميرا الخلفيه كويسه جدا. وبالنسبه بقى لنقطه مميزه في الموبايل ده، وهي التصوير الليلي. التصوير بالكاميرا الاساسيه بالليل سيء للغايه. بص كده مفيش اي حاجه ظاهره اصلا، ومفيش تفاصيل، وكميه بوظان في الصوره تماما. ولكن اتاكد ان في وضع هنا اسمه النايت مود، لما تشغله الصوره هتتحول تماما من كده لكده. طبعا اختلاف كبير جدا ما بين الصورتين دول او الصورتين دول، في تفاصيل وضحت في كل حاجه بانت. فالنايت مود هنا عالمي وكويس جدا، وبيخلي الكاميرا الخلفيه اقول ان هي حلوه بالليل والصبح كمان. فنرجع للجزئيه اللي كانت مضايقاني، وهي فكره ان الكاميرا السيلفي مش حلوه، فعشان كده قلت التجربه مش مرضيه، ولكن الخلفيه هي منطقيه الى حد ما في الفئه السعريه دي. المهم يا معلم خلصنا بقى جزء الكاميرات، وتعالى نروح لنقطه مهمه جدا، وهي التسعير، واللي بيخليك تقبل كل عيوب الموبايل ده وكل مميزاته وتعتبرها مثاليه بمعنى الكلمه. شاومي عملت حاجه غريبه ضربت بيها كل السوق، وهي التسعير بتاعها كان غير منطقي لاي واحد متخيل التسعير في الفتره دي. رغم الغلاء اللي احنا فيه ورغم الغلاء اللي داخلين عليه كمان بالنسبه للدولار والارقام دي كلها، الموبايل ده نزل بسعر 6300 جنيه للنسخه ال 428، والنسخه 628 ب 7000 جنيه، والنسخه ال 828 اللي معانا في الفيديو ب 7500 جنيه. وقيس ده على اي موبايل موجود في السوق، مش هتلاقي منافسه في التسعير نهائي، فيخلي الموبايل ده يكسب. الخلاصه بقى الموبايل ده بيقدم ايه وعيوبه ايه؟ اول ميزه الموبايل ده مثالي جدا كقيمه مقابل السعر لكل النسخ، وبالذات النسخه ام 6300 جنيه. تاني ميزه ومن احلى مميزات الموبايل ده وهي ان الشاشه قويه جدا ومحترمه بشكل مبالغ فيه. تالت ميزه بطاريه تكمل معاك اليوم لاخره، وسرعه شحن كويسه في الفئه السعريه دي ما فيهاش تنازل ولا اي حاجه عن المنافسين. رابع حاجه اداء مستقر جدا خصوصا مع وجود الموبايل على احدث واجهه من شاومي، وهي الميو اي 14 مع اندرويد 13. واخيرا خامس ميزه وهي ان تصميم الموبايل ده اكتر من رائع وشيك جدا، وكمان وزنه ومسكته في الايد مريحه، هتفرق مع ناس كتيره منهم انا، لان انا بالنسبه لي الموبايلات لما بتبقى مزعجه في الايد الواحد بيزهق منها فعلا. ولكن بعد كل المميزات دي في 3 حاجات ممكن يفرقوا معاك ان انت تجربتك ما تبقاش احسن حاجه في الموبايل ده. اول حاجه لو انت عاوز موبايل جيمنج فده مش احسن موبايل تستخدمه كتجربه جيمنج اساسا. وتاني حاجه ان التجربه الصوتيه مش ستيريو. اي نعم جربت لك الصوت وكان كويس، ولكن اكيد بنتطلع في الفئه دي لتجربه ستيريو مريحه
واحسن اكيد. وتالت حاجه واللي لازم تحطها في اعتبارك، تجربه الكاميرا السيلفي انا مش راضي عنها بالنسبه لي لانها مش مريحه سواء في الفيديو او في الصور. بس كده يا معلم، بكل حياديه دي كانت تجربتي مع الريدمي نوت 12. قلت المميزات والعيوب، وطبعا رايك في الاخر تشتريه او لا براحتك، دي حاجه ترجع لك، ولكنه موبايل مميز. والحق لو انت عاوزه اشتريه قبل زياده الاسعار اللي هتحصل خلال الاسبوع بالكتير او الاسبوعين الجايين. فهو كصفقه كقيمه مقابل السعر، لا، حط المنافسين في وضع حرج فعلا. بس كده، ده كان فيديو لذيذ يستاهل التحفيز اكيد. وتاكد ان انت تتابعني عشان كل جديد، وتابعني على كل المنصات التانية سواء على انستجرام او على تيك توك، بنعمل اداء عالمي هناك. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. ولو عندك اي اسئله او اي فيديوهات محتاجها عن الريدمي نوت 12 اكتب لي في التعليقات تحت، وارد على كل الناس، وان شاء الله اعمل اي فيديو انت محتاجه. بس كده، اشوفكم فيديو جديد باذن الله قريب. سلام.